السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات عائشة. اليوم بإذن الله غنحضر معكم واحد الوصفة سريعة للغداء أو للعشاء بالباذنجان والكفتة ديال الدجاج. كتجي رائعة واقتصادية وسهلة التحضير. ودابا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو جوج ديال الباذنجانات على حسب أفراد الأسرة. كنحتاجو 200 غرام ديال الدجاج مفروم. كنحتاجو واحد جوج جزرات محكوكين. وكنحتاجو بصلة حجم كبير. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو. ودابا ندوزو للطريقه. اول حاجه في مقلاة غادي نديرو فيها الزيت. تبدا تسخن وغادي ندير له هذيك البصله. قلت لكم بصله واحده غنديروها تبقى تشحر. دابا غنبقاو نحركوها مباشره. غنضيفو التوابل، غنضيفو الملح، بودره ديال الثوم الا متوفره عندكم، كركم اولا خرقوم، شويه ديال الكمون. صافي المهم غنحركوها مزيان تبدا تشحر. دابا غنضيفو دوك جوج جزرات كيف قلت لكم محكوكين. صافي من بعد غنحركوها ونخليوها حتى كتشحر غير واحد 10 ديال الدقائق. صافي ونحيدوها من فوق النار مباشره. وندوزو باش نوجدو الباذنجان ديالنا. غادي نقبطو الباذنجان نحيدو ليه الراس ديالو على هذا الشكل هكذا. ممكن ديروا اكثر من جوج على حسب كيف قلت لكم، على حسب افراد الاسره عفوا. صافي غنبقاو نقطعوا على هذا الشكل هكذا. هذا الاطار الاول غنحيدوه. صافي غنقطعوا على الشكل يكون رقيق كيف كتشوفوا. يكون شي سكين يكون ماضي باش ما يعذبناش. نبقاو مستمرين هكذا حتى كنقطعوها كامله. صافي غنكملوها كامله بنفس الطريقه كيف قلت لكم، وتا الباذنجان الاخرى نفس الطريقه. وغنجيبوا القليل من الملح وغنحكوا على هذا الباذنجان كامل. والباذنجان ضروري في الاول يكون مغسول عاد نقطعوه ضروري. صافي نكملهم كامل بالملحه ديالتهم. صافي دابا بعد ما الحشوه طابت لينا غادي نجيبو ديك الكفته ونديروها في شي اناء ونخلطوها مع ديك البصله اللي شحرنا وخيزو والجزر. نحركوه مزيان. اللحم ما غاديش نطيبوه حتى غادي يطيب مباشره مع الدنجال. من الاحسن انا نخلطوه بالايدين ديالنا باش تجينا العمليه سهله. ممكن انكم ديروا غير الكفته بوحديتها بلا هاد الاضافات، ولكن مع الجزر والبصل كتعطي واحد البنه رائعه. كنصحكم انكم تجربوها. وكندخلوا الخضروات في الاكل كتجي صحي اكثر صحيه. صافي نكملوا بنفس الطريقه. صافي ودابا غنجيبو الدنجال ديالنا. ها هو بعد ما راني غسلته من ديك الملحه. بعد ما خملته 5 دقائق ملي درت ليه الملحه وغسلته ونشفته. دابا غادي ندير الزيت ساخنه وغادي نقليه فيها مباشره. ما غاديش نخليوه حتى كيتحمر، غير شي شويه كيبدا يبان لينا ان اللون ديالو بدا كيبهات. صافي كنقلبوه وصافي كيعاود يبهات لي حتى للظهر ديالو. كنحيدوه مباشره باش هكا ملي نجيو نطويوه ما يتقسمش لينا.
صافي كيف كتشوفوا راه بدا كيبهات. دابا غنقلبو مباشرة. الدجاج ما كياخدش معنا وقت بزاف، دغيا كيتقلى. غير نتسناو عليه حتى عاوتاني يطيب شي شويه من الاسفل ديالو. غادي نحيدوه ونديروه في ورق النشاف ديال المطبخ باش كيمتص داك الزيوت ديالو. صافي دابا مباشره غنحيدوه. صافي غنكملو بنفس الكيفيه. نعاود نحط باذنجان اخر يتقلى بنفس الطريقه. ها الباذنجان ديالنا الاول كيف كتشوفوه ما كيتحمرش بزاف، كيجي على هذا الشكل هكذا، ورا الشكل ديالو راه باين. دابا مباشره ندوزو باش نعمروه. صافي كنقبطوا الباذنجان. الاحسن نبداو باللي كيكون بارد، هذه باقا ساخنه. نبداو باللي كيكون بارد هو الاول. كنقبطوا واحد الكميه هكا بايدين ديالنا على شكل دائري، وكنحطوها في النصف ديال هذا الباذنجان، وكنديروا عليه النصف الاخر على هذا الشكل هكذا. حاولوا اننا ملي نمزجوا هاد الكفته هذه نمزجوها مزيان باش ما يبقاش يبان لينا داك الجزر، كيجي الشكل ديالهم زوين. نفس الطريقه غادي نكملوا، وكنديروها في صينيه تكون مدهونه او يكون فيها مغلفه بابي كويسون. صافي نكملوهم بنفس الطريقه كاملين ونرجع لكم ان شاء الله. ها هما بعد ما راني كملتهم كاملين كيف كتشوفوا. ودابا للاضافه غادي نجيب واحد شويه ديال الجبن محكوك، وغادي نديرو فوق منهم كيف قلت لكم للاضافه الا بغيتو. ممكن انكم ديروهم غير هكذا يطيبوا. ممكن هذا الجبن كيعطيهم حتى هو واحد البنه زوينه. وفي هذه الاثناء نشعلوا الفران ديالنا انه يسخن باش مباشره ملي نكملوهم نديروا لهم الجبن ندخلوهم مباشره للفرن. صافي هما بعد ما كملتهم كاملين دابا كيف قلت لكم مباشره ندخلهم الفرن ساخن راه دغيا كيطيبوا. غير الوقيته اللي بان لينا ان الفرماج ديال داب فوق الباذنجان غادي نعرفوا ان الدجاج دغيا كيطيب ونخرجوهم مباشره. كيجي هذا هو الشكل ديالهم. ممكن اننا نزينوهم شويه ديال الزعتر، ممكن نزينوهم شويه ديال الازير ملي تبغيو تقدموهم. وكيجيو رائعين. كنصحكم انكم تجربوهم. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لي الفيديو ديالي من اللايكات وخليوا لي تعليق، والى وصفه قادمه ان شاء الله.